اذا بالنسبه لهذا قفطان مونش كيمونو، الطريقه اللي غادي نخدموا اللي غنفصلوا بها سميتها الطريقه العاديه الرابعه. شفتوا على انني قسمت الثوب على جوج باش انني ندير جهه مفتوحه وجهه مسدوده، يعني الظهر مسدود والقدام مفتوح مشقوق، لان عندنا القفطان مفتوح من القدام، يعني هابطه لتحت ماشي نص طوق، ماشي بحال بغينا نخدموا كندوره مثلا تتكون نص طوق فتنخليو الثوب مسدود. إذا عندنا الكول 8 سنتيم، وبالنسبه للكم مع الكتاف راه تطلق كامل. انا شنو كندير الكتاف الاصليين 21 وتندير لاطومبيل الكتاف 3 باش كناخذ لاطومبيل الكتاف الاصليه في هذا النوع ديال الموديلات، يعني باش الاسقاط ديال الكتاف ولا لاطومبيل الكتاف تكون صحيحه بالشكل هذا. بالنسبه لراس الكم غادي نديرو فيه 24 باش تبقى لنا 22. طول الصدر عندنا 32، عرض الصدر عندنا 32، طول الحزام عندنا 42، عرض الحزام عندنا 31، طول الباصان عندنا 70، عرض الباصان عندنا 35. هنا الكيمونو غادي نخليه شويه عريض، يعني غادي نزيد واحد شويه، واحد سنتيم ولا جوج بالنسبه للحزام. بالنسبه للصدر ما نقيسوش، يعني البيروكي غيدوز وغيمشي ازيرو مع نقطه الحزام. جيب لي البيستولي. غادي نحط البيستولي بهذه الطريقه هذه، غادي نجيب نواصل ما بين راس الكم ونقطه الحزام ماشي نقطه الصدر، باش كنخلي ديك لا سوبليس اللي كتكون في تحت الباط، لان هذا هو الكيمونو كنخدموه بهذه الطريقه هذه. ما خصنيش نجي حتى لهنا ونهبط، غيولي عندي هنا مقنت، فكنهرب على هذا القنت هذا وكنجيبو ازيرو لعند الحزام، ومن بعد كنواصل النقاط من الحزام وندوز على الباصون ونمشي ازيرو حتى لتحت بهذا الشكل. كندوز على نقطة الحزام وندوز على نقطة الباصون ونمشي نيشان باش كيعطيني إفاز. بالنسبه لهنا غادي نهبطوا ب 14 سنتيم، الكل شويه كيف ما شفتوا في الموديل شويه عريض. غنهبط ب 14 سنتيم وندير كل داير. ديجا هبطت بجوج بحال هبطت غير 12 سنتيم، وغادي نديرو داير بهذا الشكل هذا. اذا هذه هي الطريقه باش فصلنا قفطان مونش كيمونو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.